تحياتي. الريدز في الصدارة بشكل مؤقت للبريمير ليج بعد انتصاره على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف واحد. مستوى سيء في الشوط الأول من كتيبة كلوب تدارك بها الأمر بعد تبديلات ممتازة في الشوط الثاني. محمد صلاح وهاتريك أسيست ساعد به فريقه على اعتلاء الصدارة. قبل البدء بالحديث عن المباراة أتمنى منكم اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. شوط أول ومستوى سيء للغاية من كتيبة كلوب، وخاصة العمل الدفاعي الذي كان وما زال هو نقطة ضعف الفريق الأولى. عدم جلب لاعب ارتكاز بمواصفات دفاعية وعدم تدعيم الخط الخلفي بلاعب سوبر جعل المشاكل مستمرة منذ الموسم الماضي أو ما قبل الماضي. لذلك أرى بأن ليفربول محظوظ للغاية بالعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. في المباريات السابقة كنا نشاهد سياسة الترقيع يتبعها كلوب، وخاصة في خط الوسط الاعتماد على ماكاليستير في كل مباراة في مركز الارتكاز الدفاعي. أفقد اللاعب جودته الهجومية، لم يظهر بشكل جيد هجوميا على الأقل بعد مباراة تشيلسي في الجولة الثانية والثالثة. اليوم ماكاليستير كان سيء للغاية بسبب ضغط المباريات أو السفر الطويل وفارق التوقيت بين قارة أمريكا الجنوبية وقارة أوروبا. ظهر أليستر بمستوى سيء للغاية جعل به الريدز يعاني كثيرا في خط الوسط. اضطر كلوب لإعطاء سوبسلاي مهام دفاعية حدت من واجباته الهجومية كما ذكرنا، وهذه هي سياسة الترقيع أو عدم امتلاك ليفربول للاعب ارتكاز سوبر يغطي هذا المركز. ظهر سوبسلاي بمستوى سيء أيضا، بطء شديد في عملية التحضير والصعود بالكرة، وهذا الأمر لا يلام عليه سوبسلاي لأن جودته تعتمد على التحرك بالكرة من خط الوسط باتجاه عمق الملعب. لاعب لا يجيد العمل الدفاعي بشكل سوبر أو ليست صفاته التي تعطيك لاعب قادر على إخراج الكرة أو المساعدة في إخراج الكرة. لذلك يجب على جماهير ليفربول عدم لوم سوبسلاي على المستوى السيء أو المتواضع الذي ظهر به في الشوط الأول. شاهدنا مستوى كبير من اللاعب في الشوط الثاني تحديدا عندما أعطاه كلوب الحرية الكبيرة في التحرك من وسط الملعب باتجاه العمق الهجومي. في الشوط الثاني تبديلات كلوب أعطت ثمارها، الفريق تحسن بشكل كبير وخاصة مع خروج ماكاليستير الذي كان أسوأ لاعبي الفريق في الشوط الأول. دخول دياز وتحول جاكو إلى الخط الوسط والاعتماد عليه كلاعب مهاجم وهمي أو كرأس حربة وهمي. هذا الأمر ظهر جليا في الهدف الأول الذي أحرزه جاكو بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح. بالرغم من تحقيق الانتصار لكن هناك الكثير من الأمور السلبية وخاصة في الشوط الأول. ليس دائما الخصم يكون ولفرهامبتون، وليس دائما الخصم لا يستطيع التسجيل سوى هدف واحد. لو أن ولفرهامبتون توفق في الشوط الأول لكانت النتيجة قد تجاوزت الهدفان أو الثلاثة أهداف، وكانت مهمة ليفربول بتحقيق الانتصار شبه مستحيلة. لذلك يجب على كلوب تدارك الأمور وتصحيح الأوضاع، وخاصة عندما يواجه خصم بقيمة أرسنال أو مانشستر سيتي. بعيدا عن التحليل وبعيدا عن أي حديث آخر، نحن محظوظون بشكل كبير لمشاهدة أفضل لاعب عربي في تاريخ الكرة العربية محمد صلاح، وهو يمتع في أقوى وأفضل دوري في العالم. محمد صلاح الذي ينافس كبار لاعبي الكرة العالمية منذ 4 أو 5 مواسم في الدوري الأمتع والأقوى عالميا. لذلك كلنا فخر بتواجد هذا اللاعب في البريمير ليج، وكلنا فخر بمشاهدة محمد صلاح يقدم هذا المستوى الثابت كما ذكرنا منذ 4 أو 5 سنوات. أتمنى استمرار محمد صلاح لأطول فترة ممكنة في دوري الأضواء أو في البريمير ليج، وعدم التفكير بالرحيل عن هذا الدوري على الأقل لموسم آخر. مانشستر يونايتد وخسارة جديدة، وهذه المرة أمام برايتون بثلاثية مقابل هدف واحد. مستوى اليونايتد لم يكن سيء لكن الخصم كان ممتاز، أو دعونا نقول بأنه كان سوبر. برايتون اعتمد على الاستحواذ بغض النظر إن كان هذا الاستحواذ سلبي أو إيجابي، فقط الغرض كان من هذا الاستحواذ هو حرمان الخصم من هذه الكرة
لمنع إنشاء هجمات على مرمى برايتون، وكان له ما أراد ديزيربي. استطاع حرم اليونايتد من الكرة في كثير من الأحيان لمدة تصل إلى أكثر من دقيقة، التدرج بالكرة بشكل ممتاز والتخلص من الضغط العالي بأفضل طريقة وأفضل شكل. وهذا ما حد تحدث عنه بيب جوارديولا، بأن برايتون تحت قيادة ديزيربي هو أفضل فريق في عملية التدرج بالكرة. عملية الإنهاء لدى برايتون كانت ممتازة ورائعة للغاية. بعد التدرج بالكرة بشكل صحيح بشكل ممتاز، تأتي عملية الإنهاء التي كانت حاضرة بشكل ممتاز. مانشستر يونايتد عانى كثيرا من هذه النقطة، سنحت له الكثير من الفرص، ومعظم هذه الفرص كانت لراشفورد، لكن عملية التسرع أو الرعونة حالت دون أن يسجل اليونايتد أي هدف على الأقل في الشوط الأول. الكثير من المشاكل التي تضرب مانشستر يونايتد بالفترة الأخيرة، منها مشكلة أنتوني والدعاوى القضائية المرفوعة عليه، والتي أجبر من خلالها مانشستر يونايتد على استبعاده من التدريبات أو من قائمة الفريق، وبذلك خسر أهم لاعب له على الجهة. أيضا مشكلة سانشو وتين هاج، والتي أجبر من خلالها تين هاج على استبعاد سانشو من قائمة الفريق. مشاكل أيضا في الإصابات جعلت تين هاج يخسر الكثير من اللاعبين أو يخسر خدمات الكثير من اللاعبين في الفترة الحالية. ورغم ذلك الأداء لم يكن بذاك السوء في مباراة اليوم. لو أن راشفورد أو بقية اللاعبين ظهروا أو سجلوا الفرص التي سنحت لهم لكانت النتيجة مغايرة نوعا. بالتأكيد تين هاج يتحمل مسؤولية هذه الخسارة أو المسؤولية الأكبر لهذه الخسارة. أسلوب اللعب المتبع أو تدخلاته في المباراة أو حتى تبديلاته معظمها كانت خاطئة أو سيئة، ومنها إدخال مارسيال. هذا اللاعب عندما يكون في عز مستوياته لا يصلح للعب في صفوف نادي بحجم اليونايتد، فكيف إذا كان هذا الخصم يقدم مستوى سوبر وأداء مثالي في هذه المباراة؟ مع دخول مارسيال اليونايتد افتقد للمهاجم الذي يساند راشفورد، فغابت الخطورة وانتهى أمر اليونايتد ما حدث. لذلك ما زال الوقت مبكرا على إطلاق الأحكام بالنسبة لمسيرة تين هاج رفقة مانشستر يونايتد. هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على مستوى اللاعب، منها الإصابات أو المشاكل الشخصية التي تبعد بعض اللاعبين عن قيام بأدوارهم رفقة مانشستر يونايتد. لذلك يجب على الجماهير والإدارة أن تصبر على المدرب الهولندي وإعطائه بعض الوقت، فما زال الدوري في مراحله الأولى وما زال الوقت مبكر. إنتر ينتصر على ميلان ويفض الشراكة معه على صدارة الدوري. مستوى كبير ظهرت به كتيبة إنزاغي في هذه المباراة، وأثبتت علو كعبه عن باقي أندية الكالتشيو. كتيبة إنزاغي ومن قبل بداية الدوري تحدثنا على أنها الأقرب أو الأوفر حظا للظفر بلقب الكالتشيو. بالتأكيد ما زال الوقت مبكر على هذا الحديث، لكن اليوم ما شاهدناه أمام خصم لا يعتبر سهل أبدا، وخاصة بعد التدعيمات الكثيرة التي قام بها بالفترة الأخيرة. إنزاغي أثبت للجميع بأنه مدرب من طراز عالي، قادر على اللعب بأكثر من أسلوب وبأكثر من طريقة حسب قوة الخصم وجودة الخصم الذي يواجهه. الجميع شاهد بأن اليوم ميلان تفوق على الإنتر بالاستحواذ. طبعا هذا الأمر ليس بفضل أفكار بيولي، بل بسبب أفكار إنزاغي. إنزاغي اعتمد على المرتدات وترك الكرة لبيولي. بيولي لا يجيد اللعب عندما يكون لاعبيه محتفظين بالكرة، فهو في معظم الأحيان يعتمد على المرتدات، ضرب الخصم بالمرتدات السريعة عن طريق الياو أو ثيو هرنانديز. اليوم افتقد ميلان لهذا الأمر. الكرة دائما بين أقدام لاعبي الميلان، والإنتر هو من يضرب بالمرتد. في فترة من فترات الشوط الأول وصل الاستحواذ إلى 60% تقريبا لصالح الميلان، ومع ذلك لم نشاهد أي كرة خطرة من اللعب المفتوح لنادي ميلان. كما ذكرنا هذا له سبب واحد، أن بيولي غير قادر على اللعب في هذا الأسلوب، أسلوب الاستحواذ، على عكس إنزاغي كما تحدثنا في البداية القادر على اللعب بأكثر من أسلوب في نفس المباراة
قادر على تغيير أساليب اللعب في نفس المباراة، قادر على تغيير أساليب اللعب حسب جودة الخصم وحسب قوته داخل المستطيل الأخضر. خطورة ميلان كانت محصورة بين ثيو واليوم، وانتظار أي مجهود فردي من هؤلاء اللاعبين من أجل تسجيل هدف أو صناعة فرصة. هذا الأمر تحدثت عنه في انتصار ميلان على تورينو ب4 أهداف مقابل هدف، وذكرت بأن هذا الانتصار أتى بسبب العمل الفردي من اللاعبين، فلا يوجد أفكار واضحة من المدرب بيولي على أرض الملعب على الأقل في الجانب الهجومي. اليوم تكرر هذا الأمر، لكن الخصم كان كبير وضخم بحجم نادي الإنتر. أعتقد بأن مسيرة بيولي مع ميلان اقتربت من النهاية. قد يستمر في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، لكن بالتأكيد لن يكون هو مدربا للفريق في الموسم المقبل. اليوم وضع الميلان مختلف، مستوى اللاعبين مختلف، الإدارة قامت بالكثير من الصفقات في الميركاتو الصيفي، لكن المستوى ما زال دون الطموح أو ما دون التوقعات. حديثي هذا ليس له علاقة في خسارة الديربي، فمن قبل خسارة الديربي ومنذ مونديال الدوري تحدثت وقلت بأن الأداء غير مقنع، وأن العمل الهجومي مرتبط بالجودة الفردية للأفراد. برشلونة ينتصر على ريال بيتس ب5 أهداف نظيفة. هي مباراة استعراض للقوة قبل مباريات دوري أبطال أوروبا. برشلونة قدم أداء هو الأفضل له منذ فترة طويلة، وأعتقد بأنني لم أشاهد مثل هذا الأداء منذ أكثر من موسم تحت قيادة بصمة تشافي في هذه المباراة كانت واضحة للغاية، وكما ذكرنا هي أفضل مباراة للمدرب في قيادته لنادي برشلونة. كان دور البطل من نصيب جواو فيليكس، فجميع أفكار تشافي الهجومية كانت تتمحور حول جواو فيليكس. تمركزه بين الخطوط واعتماده تشافي على جواو فيليكس كمهاجم ثاني مع بقاء ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء. اليوم لأول مرة لم نشاهد ليفا كثيرا خارج منطقة الجزاء، وهذا ما جعله دائما مركز للخطورة على الخصم. ذكرت سابقا عندما تم الحديث عن إمكانية التعاقد مع جواو فيليكس، قلت بأن جواو فيليكس سوف يكون صفقة ممتازة لنادي برشلونة بسبب تعدد مراكزه داخل أرضية الملعب. اللاعب بإمكانه اللعب على الجناح الأيسر خلف المهاجمين، أو مهاجم وهمي، أو رأس حربة صريح. اليوم شاهدنا جواو فيليكس في أكثر من مركز. في لقطة الهدف الأول شاهدناه تحول إلى رأس حربة صريح مع خروج ليفاندوفسكي إلى خارج منطقة الجزاء. وفي لقطة الهدف الثاني شاهدناه في مركز المهاجم الثاني، تمويه على الكرة ليفاندوفسكي انفرد في حارس المرمى سجل الهدف. في كل كرة أو مع كل عمل هجومي لنادي برشلونة كنا نشاهد جواو فيليكس هو المسؤول عن تحريك الكرة أو بناء اللعب وصناعة اللعب أو إخراج الكرة من الخلف مساعدة ديونج في هذا الأمر. ما ميز برشلونة اليوم هو الاستمرار بنفس النسق ونفس الرتم حتى بعد التقدم بالنتيجة. سابقا كنا نشاهد تراجع للفريق، تراجع كبير من أجل الحفاظ على النتيجة. اليوم هذا الأمر لم نشاهده أبدا. استمر الفريق بالضغط وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، استمر بالاستحواذ على الكرة وحرمان الخصم منها، محاولة لمضاعفة النتيجة أو استحواذ سلبي من أجل منع الخصم من تشكيل أي خطورة على مرمى تير شتيجن. لم أقصد بالاستحواذ السلبي أي أمر سيء، على العكس تماما. الاستحواذ السلبي اليوم كان حرمان الخصم من الكرة في محاولة في بعض الأحيان لمضاعفة النتيجة، أو حرمان الخصم من الكرة من أجل عدم السماح له بتشكيل أي خطورة على مرمى تير شتيجن. لذلك شاهدنا اليوم في الشوط الثاني فرص قليلة للغاية من ريال بيتس باتجاه مرمى برشلونة. كانسيلو أيضا قدم مستوى رائع وممتاز على الجهة اليمنى، كان هجوميا أكثر من رائع، ودفاعيا كان بمثابة صمام الأبان على الجهة اليمنى التي كان يعاني منها برشلونة منذ فترة طويلة ومنذ رحيل دانيال ألفيس. العديد من الأظهرة تناوبت على هذا المركز، إن كان ديست أو سيرجيو روبرتو أو سيني، لكن جميع هؤلاء اللاعبين لم يثبتوا نفسهم أو
يقدم الأداء المقنع الذي يشفع لهم بالاستمرار في هذا المركز. اليوم جواو كونسيلو مع أول مباراة كأساسي دخل قلوب جماهير برشلونة، عمل دفاعي جبار وعمل هجومي ممتاز، واستطاع تسجيل أول أهداف رفقة الفريق. لكن سوف تبقى المعضلة مع عودة بيدري إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة. بالتأكيد يجب أن يكون جواو كانسيلو أساسي في كل مباراة، فهو المحرك الأساسي لنادي برشلونة، أو على الأصح لليفاندوفسكي. بقاء ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء هو أمر ضروري، وتواجد جواو فيليكس في نفس الرسم التكتيكي إلى جانب ليفاندوفسكي جعل ليفا مرتاح كثيرا داخل منطقة الجزاء. كثير من الكرات أتت له وهو داخل المنطقة، لم يضطر إلى الخروج كثيرا خارج منطقة الجزاء، وهذا الأمر ما كان يفتقده برشلونة في الفترة السابقة. دائما ليفاندوفسكي يعود إلى خط الوسط من أجل استلام الكرة، ومن ثم يهاجم داخل منطقة الجزاء، يضيع العديد من الكرات بسبب تعدد الأدوار التي يقوم بها. اليوم ليفاندوفسكي كما ذكرنا كان مرتاح للغاية بسبب وصول الكثير من الكرات إلى داخل منطقة الجزاء، إن كان عن طريق جواو فيليكس أو حتى فيران توريس الذي قدم مستوى جيد، مستواه أفضل من المستوى الذي كان يقدمه في الفترة السابقة، لكن لغاية الآن لم يصل إلى مرحلة التوب، لم يظهر بشكل جيد سوى بلقطة الهدف الذي أتى من ضربة حرة مباشرة. هدف الركلة الحرة كان بذكاء كبير من فيران توريس، وهو الهدف الأول لنادي برشلونة منذ رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن صفوف النادي، طبعا من ركلة حرة مباشرة.